اهم حاجه يا جماعه عندنا اللي احنا نحطه لما نيجي نحط الاكل والميه كل يوم، نبص على الفرشه، نبص هي عامله ايه عندهم، طريه مبلوله، اي مشكله عندهم، ان ما ده ما نعرضش للكتكوت اللي ايه للتعب. طبعا صحينا النهارده لان بنحط اكل وميه كالعاده، ونبص على الفرشه لقينا الفرشه عايزه تتنضف. قلت هنشيل النشاره بس من فوق كالعاده، وطبعا الكراتين زي ما هي. اتاري طبعا الكراتين بنبص فيها لقينا من مبلوله ميه خالص. طبعا عشان الحراره اليومين اللي فاتت كانت ساقعه، الجو كان ساقعه، فالحراره طبعا ايه رفعناها. والنهارده كان الجو يعتبر كويس شويه، عن مفيش ساقعه، فطبعا الرطوبه طلعت كلها والحراره امتصت الكراتين، امتصت الحراره كلها وبقت مبلوله. طبعا شلنا الكراتين وحطينا نشاره عاليه عندهم من غير كراتين، من غير جير طبعا، عشان برضو ايه الكتكوت يبقى ايه مرتاح. اهو بصوا شايفينه عامل ازاي. بصوا الصبح طبعا عشان كانت الحراره كانت عاليه عندهم والجو اتحسن عن الاول، فدخلت عندهم لقيتهم فاتحين بقهم ومش وسحب الميه ياما. طبعا ده يدل ان الحراره عندهم عاليه. طبعا اللي يقول مش حاطه ترمومتر، لا انا عندي ترمومتر مش حاطاه. ليه؟ لان كنت بحطه وبقى برضو الكتكوت تحس ان هو برضو مش كانه الكتكوت مش مساعد الكتكوت اصلا. يعني بحس ان هو درجه الحراره مظبوطه بس الكتكوت مش سقعان. بحس درجه الكتكوت الترمومتر سليمه، 7 مثلا و30 مثلا، مظبوطه في الشتاء، ولا هو سقعان.